نتحدث اليوم على كبش العيد في الجزائر، وهذه الأسعار الخيالية التي وصل إليها، أو لنقل بعبارة أخرى يفرضها تجار الجزائر. مع الأسف تجار الجزائر يعني كل ما تصل مناسبة دينية يقومون باستغلال هذه المناسبة لرفع الأسعار، سواء كان ذلك في شهر رمضان المبارك كما رأينا بأم أعيننا، أين وصل سعر الكيلوغرام الواحد من البصل إلى 400 دينار جزائري. ها هو اليوم كبش العيد يصل، يعني يتراوح ما بين 7 ملايين سنتيم إلى 30 مليون سنتيم. مع الأسف يعني شاهدنا في الكثير من المناسبات، يعني في كيف يقوم الأوروبيين، أو كما نسميهم بلغة الإسلام النصارى، بتقديم عروض وتخفيضات لمختلف المنتوجات، خاصة في شهر رمضان المبارك للمسلمين. يعني كذلك يقوم هنا التجار في الجزائر بتقديم عروض وتخفيضات بمناسبة رأس السنة الميلادية، أو بين قوسين ما يصطلح عليه بالكريسماس. ف يعني تسأل هنا الباعة، باعة الكباش في الجزائر، تقول لهم ما السر يعني هذا الغلاء الكبير للكباش هذا العام؟ فيعني بلغتنا الدارجة يحصلها في الفلاح، والفلاح يحصلها في الدولة، والدولة تحصلها في أوكرانيا، وأوكرانيا تحصلها في روسيا، وروسيا تحصلها في أمريكا، وأمريكا تحصلها في الناتو، والناتو يحصلها في الأمم المتحدة، والأمم المتحدة تحصلها في مجلس الأمن، ومجلس الأمن يحصلها في البنك الدولي، والبنك الدولي يحصلها في صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي يحصلها في الصين، والصين تحصلها في الشعب الصيني. تقول لك أنا الشعب الصيني يعني هو اللي تسبب في ارتفاع سعر الكيباش في الجزائر، على اعتبار أن الشعب الصيني يأكل كل شيء، يعني يأكل الحشرات، يأكل الضفادع، يأكل الأفاعي. والله من المفروض يعني يكون هناك تراحم، ويكون هناك يعني تسهيل يعني من طرف باعة الكباش في الجزائر. يعني أصلا أموالكم حرام، يعني لقوله سبحانه وتعالى في الآية 29 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموال الناس بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. اليوم المواطن الجزائري لما يجي يشتري الكبش من عندك، يا اخي هو ليس راضي، وانما هو مجبر. انا اصلا كي نشري من عندك كبش العيد يعني تبيعوا لي ب 30 مليون، فانا لست راضي عنكم يعني. ورحمة الله سبحانه وتعالى، يعني الرحمة التي ينزلها علينا الله سبحانه وتعالى تكون انطلاقا من الرحمة التي يعني ننشرها فيما بيننا. فإذا يعني لم نتراحم فيما بيننا، فإن الله سبحانه وتعالى لن يرحمنا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تراحموا، يعني أو يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتودهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا تداعى من عضو، إذا تداعى من عضو، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحمون، ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله سبحانه وتعالى. والله ما أهلك الجزائر إلا شعبها، وما صعب من معيشة الفقراء إلا تجارها. فهل من المنطقي وهل من المعقول أن يصير سعر كبش العيد في الجزائر إلى 30 مليون سنتيم؟ هذه كارثة وجريمة في حق الفقراء والمساكين والمحتاجين في الجزائر. فديننا الحنيف الإسلام يحثنا ويدعونا إلى التراحم والتأخي والمودة فيما بيننا.